آخر تطورات قضية كهرباء وصول جواب من الفيفا أو من الاتحاد الدولي لنادي الزمالك. بيفيد بإيه الجواب أو بيقول إيه الجواب؟ بيقول إن هو هيعطي مهلة لكهرباء 60 يوم على ما يدفع المبلغ. مفيش حاجة اسمها تقسيط، أنت معاك شهرين تجمع فيهم المبلغ وتدفع المبلغ الكامل مع نسبة الفوائد ال5%، والزيادة عليهم كمان 30,000 فرنك سويسري ده للاتحاد الدولي كغرامة على كهرباء رسوم القضية. طبعا لو كهرباء قعد شهرين ما دفعش هيتوقف 6 شهور تاني، فدي الفترة اللي كهرباء قدر يكسبها عما يدفع، يعني هيلعب شهرين عما يجهز الفلوس ويدفعها، ما دفعهاش هيتوقف 6 شهور تاني. بكده انا اعتبر ان كهرباء يعتبر فاز في الطعن بتاعه. بمعنى ايه فاز؟ ان هو خد فترة سماح شهرين يلعب فيهم ويدفع بعد الشهرين. في نفس الوقت فاز ان اخر الدفع شهرين على نادي الزمالك، يعني كان المفروض ان كهرباء يدفع لفترة لاقصاها 6 شهور اللي فاتت، ما دفعش. طب هنعمل ايه؟ هنقعد شهرين كمان ما دفعش، هنعمل ايه؟ هيوقف 6 شهور كمان. فممكن بقى لو الاهلي بيحتاج كهرباء في الشهرين دول هيبان بقى، هيقيم كهرباء. انا ككهرباء كلاعب عندي يستاهل ان انا ادفع ال2.5 مليون دولار في الشهرين هيدول. هيقولوا بقى لو الاهلي تلاقيه يستاهل هيساعده او هيديله فلوسه يدفع منها، عشان مش عايز حدش يقول لي ايه انت ما تدخلش الاهلي في القصه. يا سيدي هو بيلعب في الاهلي، هو ما بيلعبش في النصر السعودي، فهم هيدوا الفلوس اللي بيقبضها مثلا يدفعها او يساعدوه. فلو مستواه ما يأهلوش للمبلغ ده ساعتها مش هيدفعهم وهيتوقف ال6 شهور ويفكر يدور له على عرض تاني. فانت عندك الكهرباء شهرين محتاج تجمع فيهم الفلوس، ومحتاج تموت نفسك في الملعب عشان تبقى اساسي في الاهلي، عشان يقدروا يدعموك ويساعدوك في دفع الغرامة.